ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بقى بدأنا اهو تجهيزات السحور. بدأنا نعمل اول حاجة طبعا البطل الكبير بتاعنا الاساسي، الفول المزبد اللي انتوا شايفينه بلونه الكهرمان ده، حاجة كده لوز اللوز. يلا بينا نقول مقادير وصفتنا. انا بعتذر ان هنا كانت الكاميرا فيها حاجة مشكلة وانا ما كنتش واخدة بالي. المهم معانا هنا دول كيسين من الفول، كل واحد حوالي ربع كيلو، يعني معانا نص كيلو من الفول اللي هو الفول الناشف ده عادي يعني بتاع التدميس. معانا اهو كيسين. هناخد النص كيلو من الفول ده وهنقيه اول حاجة. هو الصراحة كان نوعه نضيف، لقيتش في حاجة. الكام فولية اللي انا شفتهم دول كانوا متقشرين بس، لكن ولا مسوس ولا في اي حاجة. تمام التمام. حطوا اللايكات واعملوا الشراط واشتركوا لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بقى ابدأوا تجهيزات السحور. احنا نعتبر كده متأخرين، بس يعني قلنا ايه، عشان ما نسيبش الحاجة يعني كتير في الفريزر او في التلاجة. هنا غسلت الفول زي ما انتم شايفين، خدوا بالكم من حجمه قبل ما انقعه. هجيب شوية مية عادي من الحنفية عشان انا هبيته ليلة كاملة. لو انتوا مش هتبيتوا ليلة كاملة وهتعملوه في نفس اليوم، حطوا مية سخنة ونقعوه بتاع ساعة ساعتين. انا اهو كده وهسيبه. بصوا لتاني يوم، شايفين؟ بصوا بقى تاني يوم، بصوا بقى الفولاية كبرت ازاي. بصوا كانت صغيرة، بصوا كبرت بقى ونفشت كده وبقت ايه، تمام التمام. احنا عملنا الفول في القناة قبل كده بكذا، كل سنة بنحط له تركاية جديدة، فكل مرة بنعمله بحاجة شكل. معانا هنا 3 فصوص توم، نص ليموناية، ونص معلقة صغيرة من الكركم عشان يديله لون حلو. معانا حوالي ربع كوباية من الفول المدشوش، طبعا حسب كمية الفول اللي انتوا هتدمسوه، وربع كوباية من العدس الأصفر. ممكن تحطوا غلة، ممكن تحطوا جزر مبشور، ممكن تحطوا طماطمايه، ممكن ما تحطوش الاتنين دول، ممكن تحطوا حاجة منها دول اضافات. ماشي، الحاجات دي اضافات، كل الحاجات دي اضافات. هنحط كده الفول في الحلة اللي احنا هنسوي فيها. احنا هنسويه في حلة لان انا ما عنديش قدرة، ومش هتفرق خالص صدقوني في السوا. هتشوفوا الفول عامل ازاي وزبدة ازاي. هنزل بقى كده كمية العدس اللي معانا، ايوه كده. حطوا اللايكات وما تكسلوش. يلا بقى هنبدأ نعمل حاجات السحور بقى وحاجات رمضان وهنظبط التظبيطات. هنحط بقى شوية الفول المدشوش ده، بنجيبه من عند العطار اللي بيبيع الحاجات دي، الفول والعدس والحاجات ده، فول بصارة تقريبا. وهنحط 3 فصوص الثوم، وهنحط نص معلقة صغيرة من الكركم، ده بيدي بقى لون الكهرمان، ونص ليمونة عشان الفول بتاعي ما يتأكسدش ويعمل لون. وهحط الليمونة، انا شلتها بعد ما غلى غلوتين كده رحت شايلها. هنحط له بقى ميه سخنه من هنا ورايح، ما ينفعش تحطوا اي ميه غير الميه المغليه. ده هنا كنت غاليه ميه في الكتل، الصراحه انا ما حطيتش ميه تاني غير في خطوه واحده هتشوفوها. طول ما هو على النار ما حطيتلوش ولا نقطه ميه، الحمد لله يعني. هناخد بقى ده كده هيله بيله ونروح فين؟ عند البوتاجاز. بصوا على نار عاليه عادي. اول ما هنحطه اهو، نحطه عادي كده على النار ونغطيه. هنسيبه كده لغاية لما الاقيه بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا اهو كده لغاية ما الاقيه بيغلي جامد كده وبيتكتك. بصوا يعني بيتكتك على الاخر. هبدأ بقى دلوقتي اوطي عليه شمعة واطي خالص زي ما بعمل الرز، واحط الشياطة واسيبه بقى كل ساعتين او ساعة ونص كده بتاع، اروح ابص عليه بالراحة كده، معليش الغطا على الاخر. بصوا النار عاملة ازاي، حبيت بس اوريها لكم. بصوا هنا كان خلاص بدأ بقى يستوى، شايفين؟ بس كان لسه له ايه، سنة صغيرة. بصوا بقى لونه تحفة ازاي وما سودش ولا اي حاجة. اهو هنسيبه كده شويتين كده لغاية ما يبقى زبدة.
عقبال ما شوية الصغيرين دول معايا معلقة، دي خطوة اختيارية، معلقة كبيرة من الدقيق وعليهم نص كوباية من المية السخنة. شايفين انا منزلها من البراد، وهدوب الدقيق ده في المية دي اختياري، عشان احنا بس عايزين نتقل المية بتاعة الفول. انا بحب الصراحة الفول يبقى مش خفيف كده ومش مصيص، لا انا بحبه تقيل، يعني هتشوفوه كده برضو قوامه عامل ازاي، انا بحبه كده بصراحة. انا حبيت ازوده شوية مية، اما اجي احبشه واظبطه ماشي، ما حبيتش وكان سمكه لقيته مظبوط خلاص. هاخد بقى كمية الدقيق ده، بصوا بقى هوريكم بس قبل ما احط، اتاكدوا ان هو خلاص استوى، ما فاضلوش، لان احنا هنحط الدقيق ده ما فيش 10 دقايق ونطفي. بصوا اتلسعت بقى حته لسع جهنميه، ان الفول كان سخن جدا. بصوا بقى له بقى اخد معايا عشان انا نقعاه ليله. بصوا الزبده بقى زبده، عشان انا نقعاه بقالي ليله يعني ليله كامله، حوالي 5 ساعات. حطينا بقى اهو الدقيق والميه المغليه، ونقلب عشان الدقيق ما يلزقش في قاع الحله. حطوا اللايكات واعملوا الشراط وما تكسلوش، حطوا اللايك، حطوا دلوقتي، يلا يلا حالا بالا حطوا. هنسيبه بقى يغلي غلوة كده مع الدقيق. بصوا بقى لونه فاتح ازاي، ولا اسود ولا اي حاجة. حابين تحطوا شوية صلصة حطوا، حابين تحطوا بابريكا عشان تدي لون احمر حطوا. بصوا بصوا سمك المية ده، انتوا لسه هتشوفوها بقى لما تتقل تاني، هوريها لكم كده في مقطع كده معدي علينا، استنوني. كده تمام استوى، وهطفي عليه. بصوا المقطع ده بقى بعد ما برد خالص، بصوا 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 بقى عامل ازاي، بصوا تقل ازاي، تحفة تحفة تحفة. بصوا زبدة كده، زبدة زبدة، ايوه كده، يا تمام التمام التمام. ايوه بصوا بقى جميل ازاي، ايه الحلويات دي والطعميات دي. بصوا كده انا حبيت اوريلكم، ده كان الوقت ده وهو سخن، جربوه موفر جدا. احنا بنجيب الكيس ب5 جنيه، فسفوسة ما تكفيش نفر او نفرين. ده عمل معايا كمية حلوة. وحطوا اللايكات واعملوا الشراط. بصوا بحب اوريكم بس الزبدة لغاية ايه، تحفة تحفة. حابين بقى لما تيجوا تعملوا تضربوه في الكبة، الناس اللي مش بتحب القشرة تمام. بصوا بقى عايزة اوريكم في حتة هنا كده، ايوه بصوا بقى هنا بعد ما برد خالص وعبيته، عمل معايا عبيته في اكياس بقى وهشيله في الفريزر. دول عملوا 7 اكياس. لو الكيس ده ب5 جنيه ابدا، هتجيبوه من بره بحوالي 7 8 جنيه. هنا عملنا 7 اكياس، واحنا كده خلصنا، واقول لكم سلام.